خلاص كده الحكومة رفعت ايديها عن دعم شقق الاسكان الاجتماعي وهتبيعها بسعر السوق. طيب اللي نفسه يشتري شقة سعرها حنين شوية علشان يتجوز فيها ولا يرحم نفسه كمان من الايجار هيروح لمين؟ دي الاسئلة اللي كتير من المصريين بيدوروا على اجابتها بعد اعلان الحكومة عن بيع الشقق بالتسعير الحر. فيا ترى ايه المقصود بالنظام ده ويفرق ايه عن الاعلانات اللي فاتت وايه حقيقة الغاء دعم الاسكان وفعلا تمنها هيزيد الضعف؟ خليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل. من كام يوم الحكومة وافقت على طلب وزارة الإسكان بطرح إعلان جديد لبيع عدد من الشقق التابعة ليها، بس المرة دي البيع هيكون بنظام مختلف، نظام التسعير الحر. من ساعتها والناس متلخبطة، هل معنى كده إن الحكومة وقفت الدعم عن شقق الإسكان الاجتماعي وهتبيع للناس بسعر السوق زيها زي شركات العقارات والمقاولين في القطاع الخاص؟ طيب واللي ما خدش شقة في الإعلانات اللي فاتت كده خلاص راحت عليه؟ مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان طلعت تجاوب على الأسئلة دي وتوضح كل التفاصيل، وبعد كلامها تقدروا تطمنوا. رئيسة الصندوق أكدت إن برنامج دعم الإسكان الاجتماعي لسه شغال ومحدش هيقرب منه، وأي أخبار منتشرة عن إلغاء الدعم غلط تماما وملهاش أي أساس من الصحة. طيب البلبلة دي سببها إيه؟ كل اللي حصل إن الحكومة وافقت فعلا على البيع بنظام التسعير الحر، لكن ده لعدد محدود من الشقق كانت مطروحة في الإعلانات اللي فاتت ومحدش اشتراها، ودلوقتي هتتعرض للبيع تاني بالنظام الجديد. الشقق دي موجودة في القاهرة الجديدة وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وسفاجة بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة. بكده يفضل آخر سؤال، إيه الفرق تحديدا بين شقق الإسكان الحر وشقق الإسكان اللي عليها دعم؟ بص يا سيدي، في شقق الإسكان الاجتماعي الصندوق بيقدم دعم بيصل ل60,000 جنيه على الشقة، وعلشان تقدم عليها لازم السن ما يزيدش عن 50 سنة ويكون في المحافظة اللي انت عايش فيها أو بتشتغل فيها، والتقديم متاح لأصحاب الدخل المحدود بس، بواقع 6000 جنيه حد أقصى لدخل العازب و8000 جنيه لدخل المتوسط، ولازم تشتري كراسة الشروط من البريد وبعدين ترفعها مع باقي الأوراق على الموقع الإلكتروني للصندوق زي صورة البطاقة وإيصال الكهرباء وشهادة بالدخل الشهري وكمان برنت تأمينات وصورة بطاقة الزوجة وشهادات ميلاد الأبناء. بعد كده الأولوية بالترتيب بتكون للمتزوج اللي عنده أطفال وبعدين المتزوج وبعدين الأعزب. إنما شقق الإسكان الحر قصة تانية خالص، أولا مفيش عليها دعم والصندوق بيبيعها بهامش ربح بسيط علشان يصرف منه على مشروعات محدودي الدخل. تاني حاجة التقديم متاح لأي حد، كمان الحجز بيكون إلكتروني وعن طريق الأسبقية، وكل اللي مطلوب منك صورة بطاقتك وبطاقة مراتك وشهادة الدخل. هل انتوا بقى أو حد من معارفكم سبق وقدمتوا على شقق الإسكان الاجتماعي؟ وإيه رأيكم كمان في سعرها وتشطيبها؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.